الروح في ديزاين البيت. الحيوانات الأليفة بتضيف المرح واللعب في البيت، ومع الوقت بنحس إن هم خلاص بقوا جزء من العيلة. وعشان كده واحد من الأسئلة اللي بسألها للكلاينت: هل بيربي حيوان عنده ولا لأ؟ عشان أعمل حسابه في الديزاين هل هيكون ليه بيت منفصل ولا هيبقى ضمن الستورج يونتس بتاعة البيت. وده اللي عملته في ديزاين الليفينج روم دي، وهي إني كنت عايز أستغل مساحة من الأوضة للتخزين ويبقى معاها بيت القطة، فخصصت لها النص اللي تحت من الستورج يونت، والجزء الأول هو المكان اللي بتنام فيه وأقدر أحط فيه الليتر بوكس بتاعها، وهي بتبقى مجلدة بالستانلس عشان تبقى سهلة في النظافة. وكمان عملت الضرفة بتاعتها مفتوحة عشان التهوية طبعا، وكمان أقدر أغيرها في أي وقت لو هستغنى عن القطة. والجزء التاني عبارة عن درج أقدر أخزن فيه السبلايز بتاعتها. وفي تصميم تاني، المساحة برضو ما كانتش هتساعد إن أعمل بيت منفصل للقطة، فحبيت إن بيت القطة يبقى ضمن التي في يونت، وصممت جزء النوم بتاعها كبير شوية لأنها بتخاف من الأماكن الضيقة والمقفولة، بجانب باقي المساحة أقدر أستخدمها في التخزين الشخصي أو لمستلزمات القطة. وجود روح في البيت بيدينا إحساس بالمسؤولية، وبيوفروا لنا حب غير مشروط. ولو مش هنختار الحيوانات الأليفة فممكن نختار الطيور أو أسماك الزينة برضو عشان نزود التصميم الحيوي عندنا في البيت. شاركوني برأيكم في الكومنتس أي فكرة عجبتكم، واستنوا الحلقة الجاية لأفكار أكتر عن التصميم الحيوي.